السلام عليكم وأهلا بكم في قناة دي سبورتس. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصل بآخر الأخبار. مشاهدة ممتعة. رونالدو: مانشستر يونايتد متأخر عن ريال مدريد ويوفنتوس. أكمل كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد تصريحاته النارية تجاه ناديه، مؤكدا على أن يوفنتوس وريال مدريد أفضل منه. جاء حديث الدون خلال حواره الناري مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، ونشر الجزء الأول منه كاملا مساء اليوم. وقال رونالدو في تصريحاته التي نقلتها صحيفة صحيفة ديلي ستار البريطانية للمقارنة بين ريال مدريد وحتى يوفنتوس، فهم يتبعون باقي العالم، لذلك فإن التكنولوجيات خاصة فيما يتعلق بالتدريب والتغذية والاستشفاء أفضل من ذي قبل فاجأتني. مانشستر يونايتد حاليا في رأيي متأخر، وهذا أمر فاجأني. ناد بهذا القدر يجب أن يكون في القمة، وفي رأيي هم ليسوا كذلك للأسف. حينما وقعت مع مانشستر يونايتد فكنت أعتقد أن كل شيء تغير، لأنه مر 13 عاما على مغادرتي للنادي، ولقد لعبت لريال مدريد 9 سنوات و3 سنوات في يوفنتوس. وحينما وصلت لمانشستر اعتقدت أن الأمور ستكون مختلفة فيما يتعلق بالتكنولوجيا والبنية التحتية وكل شيء. لقد تفاجأت بصورة سلبية، لأن كل شيء كان على حاله. من وجهة نظري هم أوقفوا الساعة، توقف الزمن بالنسبة لهم. ميسي يصدم جمهور برشلونة بتلميحات واضحة. صدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة وأيقونة باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي جمهور البارسا بشأن إمكانية عودته للكامب نو في الفترة القادمة مع وصول عقده مع سان جيرمان لخط النهاية في يونيو القادم. قال ميسي في تصريحات نشرتها يومية ليكيب الفرنسية مساء الأربعاء: أحب باريس أكثر الآن، اكتشفت المدينة ووجدتها مذهلة. في أول عام لي كان هناك تغييرا كبيرا، الأشياء حدثت بشكل مفاجئ. بالطبع رحيلي عن برشلونة لم يكن هدفي، وبعد هذه الفترة الطويلة والأوقات الصعبة يمكنني القول أنني سعيد حيث أعيش، وأسرتي أيضا سعيدة ونستمتع في باريس. رحيلي عن برشلونة كان صعبا، كنا في نفس المكان ولم ننتقل أبدا، لم أكن أعرف ما معنى الرحيل ولم نكن نتوقع حدوث ذلك، وحدث الأمر بسرعة كبيرة واضطررنا للرحيل عن برشلونة بين ليلة وضحاها. وجدنا أنفسنا في بيئة جديدة بعدما تركنا حياتنا، أصدقائنا، عاداتنا في برشلونة. ذهبنا لمكان مختلف، لغة جديدة، كرة جديدة، أجواء مختلفة. عانيت بشدة بسبب ذلك وكان الأمر قاسيا، لكن الآن أنا أستمتع بكل شيء في باريس بما في ذلك كرة القدم.